بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. الإخوة الكرام على المنصة، أيها الإخوة أيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ببدء أشكر نقابة المهندسين الزراعيين على هذه المبادرة للتذكير في موضوع مقاطعة التطبيع، لأن التطبيع على المستوى الرسمي والدولي سائر في زيادته وفي تفعيله، وكما هو ملاحظ أن الذين يحملون لواء مقاومة التطبيع هي النقابات والمؤسسات وشرائح المجتمع غير الرسمي. ومع ذلك يبقى موضوع التطبيع موضوعا حيا قائما، فيحسن بين الفينة والأخرى أن يعالج مثل هذا الموضوع، لأن السفينة سائرة إلى الغرق في موضوع التطبيع. بحثي متشعب، لكن أختصر منه ما أمكن للمدة المقررة، وهي 20 دقيقة دون ملل إن شاء الله. لابد من الإشارة في المحور الأول إلى أن فلسطين في المنظور الإسلامي هي دار إسلام، وأنها مرتبطة ارتباط عقيدة قبل أي اعتبار. هناك ارتباطات متعددة ومتنوعة، ارتباط في العبادة، في التاريخ، في الحضارة، في السياسة. نعم، لها عدة ارتباطات بنا، ولكن أول ارتباط هو ارتباط العقيدة، حيث إن معجزة الإسراء والمعراج كانت في مقدمة الأدلة، بالإضافة إلى أن فلسطين ستكون أرض المحشر والمنشر. وقد يقول قائل: كيف أرض فلسطين وكيف مدينة القدس بهالمساحات المحدودة ستكون أرض محشر ومنشر يوم القيامة؟ والجواب: ذاك يوم القيامة لا نستطيع أن نتصوره، فإن الأرض ستكون كالعهن المنفوش، وبالتالي لا نستطيع نحن كالعهن المنفوش، يعني كالقطن المنفوش، لا نستطيع أن نتخيل كيف سيكون يوم القيامة وكيف يكون أرض المحشر والمنشر، وأن الملك
إسرافيل سيبدأ بالإعلان عن يوم القيامة من صخرة بيت المقدس. المحور الثاني حول ذكر القدس في القرآن الكريم. قيل على لسان أحد المسؤولين الصهاينة وهو بيجن رئيس وزراء سابق، قال أن القدس لم تذكر في القرآن الكريم إلا مرة واحدة، بينما أن مدينة القدس باعتبار أورشليم وردت في التوراة عدة مرات، إشارة إلى أن مدينة القدس لدى اليهود مهمة أكثر من المسلمين للقدس. وفي الحقيقة كلامه هو مغالطة وعن جهل، وممكن كمان أن المسلمين يجهلون. هناك نستطيع القول 10 آيات كريمة أشارت إلى القدس بلفظ الأرض المقدسة وبلفظ الأرض المباركة وبلفظ القرية، مع الإشارة على أن هناك 3 كلمات لا مجال لأن نفصل بينها: فلسطين، القدس، الأقصى. هذه الكلمات كل واحدة منها يغني عن الكلمتين الآخرتين في الدلالة. حينما نقول فلسطين نعني القدس والأقصى، وحينما نقول القدس نعني فلسطين والأقصى، وحينما نقول الأقصى نعني فلسطين والقدس. وهذه نقطة مهمة لابد أن نركز عليها، لأن الأحاديث الشريفة، الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة لم تفصل بينها. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر بيت المقدس وعنى فيها فلسطين، ذكر بيت المقدس وعنى فيها المسجد الأقصى، وعليه فهذه العبارات الثلاث هي واحدة في الدلالة في المحصلة النهائية، سواء في الآيات الكريمة أو في الأحاديث الشريفة. في الآيات الكريمة استطعنا أن نحصر 10 مواقع في القرآن الكريم تفيد ذكر الأرض المقدسة، الأرض المباركة، يعنى بها فلسطين، يعنى بها القدس، يعنى بها الأقصى. وأما الأحاديث النبوية الشريفة استطعنا أن نجمع 18 حديث شريف، 18 حديث. لابد أن طبعا تتداولوا قسما منها اللي هي لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، وفي رواية المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا، يعني قدم المسجد الأقصى على المسجد النبوي. أيضا حرص الصحابة الكرام على زيارة القدس والإقامة فيها. هناك عشرات من الصحابة سكنوا مدينة القدس. عرف من حيث القبور كما تعلمون قبر عبادة بن الصامت وشداد بن أوس في مقبرة باب الرحمة الملاصقة للسور الشرقي للمسجد الأقصى المبارك. وشداد وعبادة بن الصامت هو أول قاضي في مدينة القدس عينه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. المحور الثاني عن ذكر القدس في القرآن، والمحور الثالث
ذكرها في السنة النبوية. المحور الرابع بدايات الأطماع الصهيونية في القدس. هذه لا تخفى عليكم، بدأت الأطماع تظهر في عهد السلطان العثماني عبد الحميد الثاني، وتعرفون موقفه المبدئي الثابت في رفضه للتنازل عن أي شبر من فلسطين، في رفضه للسماح لليهود بالهجرة إلى فلسطين. ثم بدأت المؤامرات وعقد مؤتمر بازل، ويقال له مؤتمر بال حسب اللغات، في عام 1897. وقرروا بعد المناقشات أن تكون فلسطين هي الوطن القومي لليهود. وعلى ضوء ذلك حصل التحالف مع دول الحلفاء، وعلى ضوء ذلك أصدر بلفور وعده المشروع. المحور الخامس الإجراءات الاحتلالية بحق القدس التي بدأت بهدم حارة المغاربة مباشرة بعد حرب 67، وفرض الضرائب والحصار الذي لا يخفى على أحد أن مدينة القدس محاصرة. والآن الحركة العمرانية تنتشر خارج القدس، والحركة التجارية أيضا خارج القدس. وهذا واضح في السياسة الإسرائيلية في أن الحصار يلجئ الأهل القدسي للخروج من محيط المدينة إلى الضواحي وإلى القرى وإلى الريف وإلى المدن الفلسطينية بشكل عام. أما الاعتداءات فهي كثيرة بالنسبة للحفريات والاقتحامات التي يغطيها الإعلام، ونحن نشكر الإعلام دائما لأنه يسمع صوتنا إلى العالم، وله فضل كبير على قضيتنا الحالية التي نعيشها في هذه الأيام بالذات. فإن الإعلام كان في موقف داعم مشرف، وهناك طبيعة الحال مجموعة من الفضائيات وليس جميع الفضائيات التي تتابعنا، ومع ذلك نشكر جميع الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية التي تنقل جميع الأحداث التي تجري في مدينة القدس بشكل خاص وفي فلسطين بشكل عام وحتى الآن. المحور السابع تشكيل الهيئة الإسلامية العليا اللي أنا بتشرف في رئاستها حاليا، والتي كانت من الناحية القانونية هي المرجعية للشؤون الدينية للأوقاف المحاكم الشرعية للإفتاء، وعبأت الفراغ القانوني حتى لا تأتي إسرائيل تضع يدها على المقدسات الإسلامية وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك. بعد 67 ظهرت فكرة مقاومة التطبيع، ولا يجوز التطبيع مع المحتل، والاحتلال حاول جاهدا اختراق الجبهة العربية الإسلامية، وأخذ يتعامل مع الدول كل بمفردها، وهي الطريقة الأمريكية. يعني بمعنى إذا أرادت إسرائيل أن تقوم بخطوة تتصل بدولة واحدة فقط لترتب الأمور معها، ثم إلى دولة ثانية وثالثة، وتطلع الإشاعات نحن تفاهمنا
مع عدد الدول العربية كل دولة تأخذ أن تشك بالأخرى فتنهار بعض الدول العربية والإسلامية للتعاون مع المحتل. احنا بنشكر النقابات اللي مهنية يلي كانت أول من وقف في موضوع التطبيق. هناك وجهات نظر في الزيارة. هل يجوز الزيارة إلى مدينة القدس أم لا يجوز؟ وهل تعتبر الزيارة تطبيعا أم غير تطبيع؟ طبيعة الحال اللي بده يتوجه نحو الزيارة ويروج للزيارة يأتي بأدلة أو بمكاسب نتيجة الزيارة، وهناك طبيعة الحال أدلة عكس ذلك. فلا بد من معرفة الخسائر والأرباح وأين ترجح. ثم حاول السياسيون جر العلماء من الناحية الدينية لأخذ الموافقة على الزيارة، وأرى ذلك هو فخ في الشراك حتى يعطوا للزيارة مشروعية دينية، في حين أن الذين يرفعون علم الزيارة هم السياسيون وليس العلماء. اللي بيقول بالزيارة اعتمد على دخول الرسول محمد صلى الله عليه وسلم مكة في سنة 17 الهجرة حين العمرة. يعني الرسول عليه السلام أدى العمرة سنة 17 هجرة بعد صلح الحديبية بسنة. صلح الحديبية كان سنة 6. من ضمن الشروط أن الرسول عليه الصلاة والسلام يؤدي العمرة في السنة القابل، السنة اللي بعدها يعني سنة 7. فاللي بيستدل على جواز زيارة القدس يقول لك هاي الرسول زار مكة وكانت تحت حكم قريش. نعم كانت تحت حكم قريش، ما كانت مكة محتلة أصلا، ما كانت ديار إسلام أصلا، هي ديار شرك، ديار كفر. وبالتالي الزيارة هذه لا تعتبر تطبيعا بل فرض على مكة في تفعيل حق المسلمين بالعبادة، وهذا أمر كان مرفوضا عند أهل مكة. فهذا اعتراف من أهل مكة بمشروعية العمرة، مشروعية دخول المسلمين إلى مكة منتصرين. وبالتالي هذا الدليل لا يطابق الواقع، لا يطابق الواقع. ليه؟ لأن فلسطين ومدينة القدس هي دار إسلام، هي دار إسلام. ما دام دار إسلام حتى ولو الآن هي محتلة، لأن الاحتلال نعتبره طارئ ولا بد من زواله، فالصفة الإسلامية للدار أي لفلسطين تبقى قائمة. فهناك من يدخل القدس تحت الاحتلال، يعني أنه أقر بقاء الاحتلال. فهناك فرق بين العمرة سنة 17 ميلادي هجري 7 هجري وبين موضوع فلسطين التي هي أرض إسلام. السؤال الذي يطرح: هل أي مسلم ما له حق يزور الأقصى أو يزور القدس؟ طبيعي له حق، لكن كيف سيزور؟ كيف سيزور؟ هنا السؤال الجوهري، هنا مربط الفرس، هنا الخلاف في أن
العلماء اللي بيقولوا بجواز الزيارة يعتبروا ذلك تقوية وتأييد لأهل القدس، تفعيل تجاري ودعم مالي لأهل القدس. لكن بالمقابل من الذي سيستفيد عمليا؟ الاحتلال هو المستفيد أكثر من أهل القدس من الناحية المالية والتجارية. شيء آخر، من يريد أن يدعم القدس يرسل مالا لأهل المؤسسات المقدسية، لأن المؤسسات المقدسية هي بحاجة ماسة إلى ذلك. أيضا حينما يدخل الزائر كيف سيدخل؟ يدخل بإذن من الاحتلال بتأشيرة، ويمكن أن يوافق يمنح التأشيرة وممكن أن لا يوافق. إذا بيده القرار، يعني بيقول لك نريد الآلاف الملايين يتوجهون إلى القدس. طب هي بقرار بسيط من ضابط إسرائيلي على الحدود يمنع دخول الناس. إذا وين وصلنا؟ فليس موضوع الزيارة هو الذي يحل مشكلة القدس. إذا بدنا حل آني، الحل الآني يكون بدعم المؤسسات المقدسية، هذا الحل الآني. أما الحل البعيد الاستراتيجي هو إنهاء الاحتلال. والمؤسف إنه أجت فترة أن الإعلام كله انشغل في موضوع الزيارة وعدم الزيارة، الزيارة وعدم الزيارة. نسينا تحرير القدس، نسينا زوال الاحتلال، وانشغل الناس بهذه القضية اللي مفروض ألا ننشغل بها. علينا نحن أن نتوجه إلى تثبيت أهل القدس، ولا يمكن تثبيت أهل القدس إلا بدعم مؤسساتها التعليمية والصحية والإسكانية والشبابية والأندية والجمعيات. هذا الذي يثبت أهل القدس وليس الزائر. نعم، أنا كمسلم حينما أرى مسلما آخر يزور الأقصى أبتهج، أفرح، أرحب به من ناحية عاطفية، لكن ما دلالة مجيئه؟ هنا الإشكال هو موضوع التطبيق. ولا يكون مع الأسف حل مشكلة القدس بهذه الطريقة. من الذين يدعون الزيارة يقولون عدم الزيارة يخدم الاحتلال. طبعا احنا بنقول عكس، الزيارة تخدم الاحتلال. إذا في هناك مكاسب وهناك أضرار، هناك إيجابيات، هناك سلبيات. لا ننكر أن الزيارة لها بعض الإيجابيات، لكن بالمقابل هناك سلبيات. ونحن وبخاصة في هذه الأيام ومع وجود الانتفاضة أصلا ما في زيارة، يعني لا مجال للزائر أن يأتي، ولو يبدأ يأتي أين سيذهب؟ الأوضاع متوترة، ليست مهيئة أصلا لأي زيارة، لا للمسلم ولا لغير المسلم. حتى الزيارة الأجنبية ضعفت وانخفضت نسبتها كثيرا في مدينة في هذه الأيام خلال الثلاثة أشهر الماضية. وعليه نحن نرى بأن هذه الزيارة الوقت عمر. طيب نقدر نتنفس. ثم قيل أن هناك علماء كبار قد زاروا مدينة القدس في عهد الصليبيين، يعني في الوقت اللي كان الصليبيون كانوا موجودين، إنه في علماء كبار، وهؤلاء العلماء هم أبو حامد الغزالي، العز بن عبد السلام، ابن تيمية. وإذا رجعنا إلى تواريخ ميلادهم لم يكونوا
أبو حامد الغزالي زار القدس قبل احتلال المدينة ب4 سنوات، يعني كان قد زار القدس ومكث فيها قبل أن يأتي الغزو الصليبي أصلا. ابن عبد السلام حينما تحررت مدينة القدس كان عمره 6 سنين، بمعنى أنه ما كانش زائر. ابن تيمية بعد تحرير القدس ولد بعد تحرير القدس ب75 سنة. بالتالي العلماء اللي ورد ذكرهم لأنهم زاروا مدينة القدس غير صحيح، يعني غير واقعيين، لأن تواريخ ميلادهم تختلف عن موضوع الزيارة. وعلى هذا الأساس نحن نقول نقطتين: الذين يحق لهم الزيارة في هذه الظروف هم الفلسطينيون من أصول فلسطينية، وين ما كانوا موجودين لهم حق يجوا. والشريحة الثانية هم المسلمون الذين يحملون جنسيات من العالم الغربي، من الدول الأجنبية الأوروبية والأمريكية، لأن هذه الدول معترفة بإسرائيل سلفا. فمجيء الأمريكي المسلم لا يؤدي إلى تطبيع ولا أي دلالة سياسية، لأن دولته معترفة بإسرائيل، وبالتالي ما بيزيد شيء من الناحية السياسية. وبارك الله فيكم. شكرا. السلام عليكم.